كريم ما شاء الله عليه، متوقع يعني لو ما فيش حاجه عكت يعمل تايم حلو قوي. يا ابني ما شاء الله، يا رب يكون التايم نزل اللي على الكيبورد. ايه صور لي بقى كريم هاني. طيب احنا جينا لكم بقى في المكان ده، تعالوا علشان نبقى شايفين التراك يمين وشمال. بصوا بقى دلوقتي محمد ابو الوفا كان اسرع تايم في العربيات ال 12 سلندر، كان جايب دقيقه 8. هو دلوقتي بيحاول بقى يكسر دقيقه 8 دي. هم قاسمين الكاتيجوريز 3، 6 سلندر، 8 سلندر و12 سلندر، فهو حاليا اسرع حد في ال 12 سلندر الحقيقه. بس نتمنى ان هو يعمل حاجه كويسه لان محمد كلنا بنحبه ما شاء الله. تعالى بقى نلف له بقى هنا بقى. شوفوا محمد ابو الوفا بقى، انتوا مش سامعين صوته اكيد. هنا هيبدا اللفه التايم. يا خرابي. طبعا عصبي محمد ابو الوفا. مهما تبص ما تعرفش تعمل معاه ايه. دخل في البارير زرع بصل عليه العوض محمد ابو الوفا. نشوف اللي بعده. احنا عندنا في بورتوفينو وبعد كده في محمد حمدي. محمد حمدي سائل العربيه ال 458 احسن مسائل 812 في الحقيقه، هو متعود عليها اكتر يمكن. وال 458 عربيه خفيفه، عربيه حاميه، عربيه موتور ان اي 4500 سي سي، 570 حصان، فالعربيه سواقتها اثبت من ال 812 وتقدر تحط الباور احسن من ال 812. ال 812 800 حصان كاملين. فالبورتوفينو دي هتخلص. انا مش عارف مين البورتوفينو دي بس ما شاء الله عربيه جميله. يليها بقى بعد كده ال 458 حمدي. نشوف برضه هيعمل تايم كام لان هو كده. هحاول اتابع الشيت، نتابع الشيت. نزلوا تايمات، استنى كده التايمات بتنزل اهو. ابو الوفا دقيقه 11. الله يخرب بيتك ابو الوفا. اف 8 سبايدر آسر عمل دقيقه 7، حلو جدا. بس حاليا رمزي دقيقه 5 بالاف 8 البيضه، وسعد صفوت دقيقه 8، والله برافو جدا. وعلي مراد دقيقه 6. بس علي مراد بقى عنده خناقه عايز يخش تاني وقصه كده. بس الولا علي ده مشكله. على قد ما اليوم النهارده يوم مفروض ان هو يوم ترفيهي للملاك، الا ان فيه منافسه شديده. طلع لي كده فوق سنه واسوي على الجرانيت ده يقع على حد. حمدي دلوقتي هيطلع وبعديه بعربيتين يحيى رشدان، والاثنين صراع جدا، فاحنا مش عارفين مين فيهم هيبقى اسرع. وخلي بالكم يعني يحيى عربيته اف 8 هي اقوى، 710 حصان وتربو وبتاع وكده، بس هي اتقل من عربيه 458 بكتير وسبايدر كمان، فاتقل. حمدي يا لهوي ده فصل 3 ايام. خلاص كده التايم اركب. بس في المهم يعني ايه، عندي فضول اشوف التايمات هتطلع عامله ازاي. حاليا رمزي اسرع عربيه الاف 8 البيض. جامد رمزي. الواد ده رمزي على فكره، ده يجي منه. الواد ده اكتشاف. دلوقتي حمدي هيطلع بقى بصوا بقى هيعمل شغل جامد. حمدي خلص اللفه، لسه هنشوف هيعملوا ابلود للتايم ونبص. لسه ما تعملوش ابلود، بس انا متخيل هيبقى حاجه في رينج الدقيقه 5 زي رمزي برضه. ما شاء الله ساق حلو قوي. هو بيسوق حلو الصراحه، الولد بيسوق حلو. طيب التايم بتاع حمدي لسه معمول له ابلود اهو، جاب دقيقه 5.21 ورمزي دقيقه 5.06، فكده رمزي لسه اسرع في الكاتيجوري ال 8 سلندر. هنشوف بقى يحيى رشدان هيحط تايم كام، وربك ستار يعني مش عارف. يحيى رشدان دلوقتي هو اللي هيطلع على الستارت قدامه، يعني محتاج يقرص لان دقيقه 5 حمدي ورمزي، ولسه كريم هاني. بس كريم هاني كاتيجوري تاني مش مشكله، بس رمزي ويحيى وحمدي كلهم في كاتيجوري واحد فقلق. وعلي مراد برضه، بس علي مراد خلاص عمل دقيقه 6 فالموضوع منتهي. هنجيب لكم اللفه بقى. يحيى هيبدا دلوقتي، هيطلع بقى لفه وورم اب، دي بنخلي كل حاجه تسخن والدنيا تبقى تمام، وبعد كده لفه بقى فلاينج اللي هي دي اللي هتتحسب الوقت بتاعها، كده لفه كول داون. لازم عشان يبقى اسرع واحد محتاج يجيب اقل من رمزي اللي هو جايب دقيقه 5 اولموست فلات، دقيقه 5.06. هنشوف. احنا بيقول لك دايما المثل ايه، الدهن في العتاقي. والله العظيم وريله العتاقي كده. يحيى بقى داخل بقى مكشر، ويحيى في الحاجات دي تخاف منه، يا يعمل تايم مبهر يا اما يتقلب، يعني هو ما عندوش حاجه في النص، يعني يا يعمل حاجه اسطوريه يا اما يروح في ده. فهنشوفه بقى. انا نفسي يفصلوا المزيكا طبعا، بس مش عارف اعمل معاهم ايه الصراحه. هو بيجرب الفرامل غالبا.
بيسخن. قلب شارلز ليكلير بقى، قلب بقى شارلز ليكلير غلابه. بسم الله الرحمن الرحيم. فرم البدري قوي، ايه ده؟ ماشي. فرم البدري ونقل بدري، يعني هو فرم البدري ونقل بدري. هل ليه تكنيك؟ هل ده تكنيك معين في السواقه ولا ايه؟ استر يا رب. لا مش هو باين بطيء، بس ساعات البطء ده يبقى سرعه. يعني احيانا لما تبقى شكلك بطيء كده تطلع اسرع، احيانا مش عارف. يعني هو باين انه واخد وقته بس ممكن يبقى اسرع. ولا يسعنا غير ان احنا نستنى التايم بتاعه. هنشوف بقى التايم بتاعه اتعمل له ابلود ولا لا. بص دقيقة 5:03 غالبا. يعني ما هو كان سيف قوي، هو سريع بس كان سيف قوي، فانا ما اعتقدش ان هو هيبقى اسرع واحده. بس لفه حلوه، لفه محترمه من راجل محترم، وليه سمعه كويسه قوي في السوق، واحسن اسعار اوكر وكوالين برضه. اللي عايز يشتري اوكر وكوالين يروح رشدان، في العتبه وفي قدام الميريلاند. لسه ما عملوش ابلود. النبي الراجل على الكيبورد عايزين نطمن على جدي يا رشدان. دقيقه 5.6، دقيقة 5.6 ده كده أبطأ، يعني كده حمدي دقيقة 5.2، يحيى دقيقة 5.6، ورمزي 5.06. يعني حتى الآن رمزي أسرع واحد. حلو. أهم حاجة إن الغمازات بتاعة الاكسدام سليمة. حلو. هارد لك يا حرشتان. فكده إحنا لو هنبص بقى على التايمات والأزمنة، رمزي أسرع واحد، يليه حمدي، ويليه يحيى. توب 3. هو قاعد معانا في التجمع، مش هيروح إيطاليا. لو عايز حد يجي يتصور معاه هو في التجمع. لسه السباق طبعا شغال، بس هنروح نشوف يحيى عمل ايه. نواسي الاستاذ ابو الوفا. تعال ناخد كلمه لزوردو ابو النخانيخ. اخويا انت عامل تايم مش وحش على فكره في البراكتس. بجد والله. انت كنت عامل دقيقه 9 وكان 8. الواد كريم 6 سريع جميل. بس انا ما كنتش عارف ان هم بيحسبوا تايم اصلا. بجد والله. يعني انت دلوقتي في هنشوف عظمه المفروض، بس احنا انت عارف انا بحب الجنب. الراجل ده دريفتر فطول عمره ماتش بالجنب. هم يسيبوا لي بس اخر رن ندي واحده في الكول داون بقى، وانت بعد ايوه خدها كلها بالجنب. لا مش هقول، لا مش ولا هصورها بتالك على الواتس دي. بالظبط ماشي على الواتس. دي بيستا بس فاضيه. تعال نشوف كده متوقع ايه للطلعه اللي جايه دي. ما بيردش. تعالى بقى نروح نشوف بقى فين محمد ابو الوفا. محمد ابو الوفل فين اهو. افتح له مايك بس، افتح له سيشن. نار يا استاذ رمزي، نار. لا بطيء. لا خلاص مش تنزل خلاص اهو. نو مور خلاص. اشمعنى انت يعني؟ معلش اشمعنى انت؟ عشان تايمه مش محسوب. انا دي في شرط. اتحسب يا ابني. ده في شرط حتى لو جاب اعلى واحد. لا انت عارف ده لما يبقى اسرع واحد هيمشي يقعد يذل فينا كلنا. ازاي تايمك مش محسوب وجبت دقيقه 6؟ عشان وقفت وجبت دقيقه 6. تخيل ما وقفتش. انت كنت مخبي كل السبيد ده فين؟ انا كنت بتريق في العربيه. ايوه صح، عارف الاحساس ده صح؟ والله العظيم. بتاع الرجلين ده. لا مش رجلين، ايدين. لا يا راجل، لا انا دايما رجلي اللي ترعش لما لا انا اقول لك ليه. وانا واقف على الستارت لاين عملت حركه، فتحت التليفون اشوف تايم علي مراد عشان كان قدامي بقى. لقيت ايه بقى 1.06.45. وانا كام في الكواليفاينج 1.09.97. ايوه 1.10. فقلت ازاي هجيب 5 ثواني احسن. ايوه صح، بس صوته حلو قوي. تلميذ الاستاذ يحيى رشدان. تعالى لي انت. تعالى انت بصراحه انا شفت اللاب كلها. خليني اقول لك اللي انا شفته من بره. انت كنت لعيبها سيف خالص. طبعا. يعني فرملت بدري هنا جدا. يعني عندك كذا حته في التراك تحس ان انت مش راضي تقرص، عايز تبقى زي عقل. انا مش عاوز اقرص، لان الموضوع خلي بالك انت ممكن عادي جدا لو فلتت منك. في اول تجربه انت شفت خدت ان انا لطشت حته منك. وده رفرف فيراري اف 8. ايوه صح. فيا باشا احنا وفاتح بيت ده عنده عيال وعنده ليله وواد وبت وانترنت موضوع. فتاني مره لا كنت بصراحه كوشس
شويه انا حاسس ان انا اللي محتاج ان انا اسيطر شويه قبليها، بالذات الحته اللي انا عملت فيها المشكله. أيوة. الحمد لله انه كان كوشس، لان هو كان فرق اقل من نص ثانيه وهو بيلعبها سيف. ايوه فلو ما لو كانش هو بيلعب سيف جاب دقيقه 5.6. هو سؤال، هو مفيش كده هيت تانية خلاص، ده التايم الفاينل صح؟ هي هيت واحده بس ولا هي هيت. الثانيه لا تمام، انا لا، كده لا، كده كل هعمل التانية نفس مش القصه. هو حاليا انت مش رقم هريسك 3. بالعربيه. انت رقم 3 حاليا، يعني رمزي اسرع واحد، يليه حمدي يليه انت. بجد؟ يعني كلنا فرحنا الحمد كلنا لله. فرحنا بالظبط. هو اصلا اليوم لطيف. علم بس دي اقل عربيه حرشدان بيسوقها بيرفكت. جي تي 3 بقى حفظنا. بيعملها بقى كانها ايه البولونيز البيضه. يعني مش عارف ليه. لو كان جه كان هيجيب 50 ثانيه. كان هيبقى سريع. والجي تي ار برضه، الجي تي ار بيعملها برضه بعنف، بس مش راضيه تراضيه، مش عارف ليه. مهما بيعملها بعنف برضه جيبش تايمات برضه. طب حد شاف محمد ابو الوفا؟ هو فين والله؟ انا لقيته خد عربيته ومشي. هو كسبان وزعلان. لا راحوا مش يصوروا كسبان يا ابني. العربيات. لا كسبان. ابو الوفا معهوش حد كسبان. لوحده. لا يا ابني ده جاب دقيقه 11 لوحده. بس في البراكتس جاب دقيقه 8. مش فارقه، لوحده كسب. مفيش بانلتي على البارير. ما هو لو مفيش بانلتي على البارير خلاص، اللي يعدي يشوط البارير ويكمل وخلاص. بس هو هيبطئك. لو شطه بسرعتك عادي. يا عم شوت ايه مش في وش عربيه. انت شفت مروان عمل ايه؟ لا. مروان بقى شاط البارير حرفيا. لا. ده كان هيطير من فوق العربيه. طب عايز حاجه في العربيه؟ والله صاحبها بيقول لي لا. بس مروان دلوقتي حابس نفسه في الحمام من ساعتها، مش عايز يخرج. ايه السواقه الجامده دي؟ الحمد لله. انت عارف انت النهارده انت كسبان حاجه. ايوه عربيه سريعه دي بورتوفينو. ايوه مش عايزه تدوس. دلوقتي البورتوفينو بقت وحشه، هتقول عربيه سريعه يا لهوي على البني سريعة ادم. بس هي عربيه مريحه بس مش سريعه. انا هقول لصاحبها الكلام. هو نازل تاني ولا ايه؟ كسب ايه؟ كسب الصلاه على النبي. ده لسه هينزل. النبي الحاجات دي تكون متذاعه. لا خالص، هو بس 2 مليون و100 الف فولور. تعالى بقى. ايه السواقه الحلوه دي؟ ايه السواقه الحلوه دي؟ بسم الله الرحمن الرحيم. تاني مرة يطلع وطلع تالت مرة دلوقتي. ايه ده هتطلع تاني؟ اذا كان هو دلوقتي ده سريع جدا بال 458 يا باشا، مش واخد تراك لحسابه، واخد مصر لحسابه. مش تراك بس. ايوه احنا اصحاب بلدنا. ايوه بقول لك ايه. انا هنزل كده. ايوه دلوقتي يرضيك حد ينزل يعمل سباق يسابق لوحده؟ لا ما يرضينيش صراحة. الحمد لله. دلوقتي في 4 عربيات، في 12 في ال 50 عربيه اللي موجودين دول، في 2 اعتزلوا قال لك احنا مش هنسابق. ايه ده؟ بمين دول؟ الكحلي دي قالت مش هتنزل. والسودا اصلا دي بتاعت التوكيل اللي بقت حمراء، فاللي نزل ابو الوفا تمام. فدلوقتي هل ينفع ابو الوفا ينزل يسابق لوحده ولا لازم حد ينزل قصاده؟ صح. فانا الحمد لله هنزل دلوقتي تاني بالفي 12 علشان انزل قصاد الفي 12 الاولانيه، عشان ما ينفعش يعمل تايم قصاد الهوا. لازم يكون في حاجه تبقى قصادها، صح ولا لا يا مستر؟ والله بص كلامك كله منطق الحقيقه، بس انا شايف بقى حاجه تانية. لو انت هتنزل تاني يبقى ابو الوفا ينزل واحده كمان. ليه بقى؟ لان هو طير البارير في مش هنروح. طير البارير في بتاعته. ينزل وابو الوفا ينزل. فهو ما ده غلطته، انت عارف هو ما غلطته بس هو الغلطه دي يروح يقنع الكحل ينزل، يبقى كده خلصت، يبقى مش لازم انزل. بس الكحل مش هينزل. هو ليه مش عايز ينزل؟ عربيه بص محترمه زيرو وبتاع، احنا اللي ينزل الحاجات لازم يكون وقت ايه. انتوا عارفين مشكله حمدي في ايه؟ ان هو يوديك البحر ويرجعك عطشان. يعني لو داخل معاه في النقاش هتلاقي نفسك في نص نقاش انت مش عارف اصلا كنت بتتكلم في ايه. يعني انا مش عارف اقول له ايه دلوقتي. فان شاء الله هننزل باذن الله. خلاص انا هحاول اشوف برضو ان ابو الوفا حرام ما ساقش التراك قد ما انت، يعني هو ساق اقل، فلو كده ممكن ينزل بقى لفه كمان وتبقى تحاولوا صح. حلو، موافق على دي؟ بس انا عايز اقول لك حاجه. لو هو ما كانش خبط البارير ولو هو كان في حد تاني نزل كنت انا هنزل. لا والله كنت هتنزل يا ابني. انت ما حدش يعرف يقول لك لا يا ابني. انت ما حدش بيقول لك لا والله. من ادبي والله. من ادبك عشان انت ربنا بيحبك. عشان ربنا بيحبك. مش حد دخل بعربيتين غيره. ما فيش حد. ايوه ما حدش دخل بعربيتين غيره. والله اذا كان عنده واحده ثالثه كان هيجيبها وينزل. راجل فيراري درايفر بروفيشنال صارف. لان لو عندك تشوز عربيه فيراري تاخدها تسوقها يعني تبقى بتاعتك انهي واحده؟ في اللي موجودين دول. نعم. وجديد ولا قديم ولا مش فارقه اي حاجه؟ اي حاجه، لا كله متاح في اللي هنا. انا في الجديد اللي لا مش في الجديد هنا. في دول هاخد واحده منهم كلهم. هو سؤال بصراحه صعب. ايه رايك؟ سؤال صعب لان انت هيبقى ما بين، انا بحب الاي 12 جدا وبحب البيستا جدا وبحب ال 458 جدا وبحب ال 296. بتحب ال 296 بجد؟ بحبها اكتر من اسف 90 كمان. ما ده كده بس بتحب ال 296 بجد؟ بحبها مش بموت فيها. بس لو هي قدامي هي والبيستا ممكن. اصل البيستا قمر صراحه ما شاء الله. وغير انها قمر عربيه وسبيشال سيريز وبتاع، فممكن اخد البيستا وال 458 برضو. ده لو كانت سبيسيالي بقى كانت بلاش البيستا، مش عايز بيستا اصلا. لا بس الكوبيه انا بحب الكوبيه اكتر صراحه. انت بتحب السبايدر اكتر؟ اوكي. الجيتور عامله معاك ايه؟ جامده جدا والله العظيم على فكره. جميله طالما انت ما عدتش ال 120. ده حقيقي. اول ما هتعدي 120 هو الشكل الصندوق ده الجي كلاس ده كله كده. بس هي طريه قوي بزياده. بس بقى وهي بالراحه مريحه وجميله. ده جربتها؟ عجبتها. هي بتاعت مشاوير وبتاع وحاجات بتاعت كل يوم. جوه البلد ما تطلعش على طريق. لا يعني طريق تمشي 120. اسمه ايه البرنامج ده؟ ما اسموش. ده اسمه احمد لوكير على اليوتيوب. على اليوتيوب. ماشي. ثانك يو. يلا بينا نشوف مين هيروح فين تاني. استاذ زين مش عايز تقول حاجه؟ انت نزلت؟
هتنزل؟ ليه؟ ما جبتش العربيه ما كانت موجوده يا ابني، كان في اف 8 صفراء بتاعت سعد. لا في واحده اف 8 ثانيه مش مط اهي اف 8 يا ابني اهي. ايوه دي بتاعت سعد. مش بتاعته مط؟ ايوه بتاعت مط. دي مط. دي مش مط؟ دي مط. هي دي مط. انت عملت ايه؟ انت هببت ايه انت؟ انت عملت مصيبه ومش عايز تقول. طب خلاص منتج بقى، الواد ده شكله سارق العربيه ومش قايل. ماشي. العربيه تمام؟ لا العربيه سليمه الحمد لله. انت فرملت متاخر شويه ها؟ يعني سنة. طب انا دلوقتي حمدي قال لك ايه بقى؟ ان ال 812 الثانيه مش هتنزل، فكده انت لوحدك في الكاتيجوري. حلو. فهو قال لهم انا لازم انزل، ما ينفعش يبقى حد لوحده في الكاتيجوري. قلت له خلاص لو انت هتنزل يبقى ابو الوفا يعمل لفه كمان. انا موافق. يلا نروح لفريد نتخانق. لا انتوا اتخانقوا مع بعض انا لا هو ما عندوش مشكله. هو انا المشكله انا كان عندي البريشر مش تمام، فلما جيت ادوس فرامل ما وقفتش. طب انت ظبطته؟ ما لو هننزل هنظبط. خلاص انا هروح اسال ادهم على الموضوع ده ونشوف. يلا نروح. اقفل لي بقى الكاميرا دي اشوف خناق جاي. الواد علي مراد بقى نزل دلوقتي عمل لفه جاب دقيقه 4 اسرع تايم في اليوم كله، بس للاسف التايم بتاعه مش هيتحسب لان مش عربيته. هو نزل مرتين الصراحه، اول مره يعني نزلوه مره ثانيه كده سفلقه، بس هو عشان جاي سفلقه فما اتحسبتش. بس برضه هنزل له الفيديو بتاعه، يعني برضه انا معايا فيديو والله العظيم انت مش مصدق. ابو الوفا مش عارف ليه بيصدر كده اموره بقى كل مره. بقول لك ايه، علي مراد جاب دقيقه 4. لا مش انت اللي قلت؟ تاني؟ عدلوها له؟ يا ابو البهايم. انت جاي عايز تعمل. انا عايز انبسط بيك، انا عايز افرح، انا بحبك اصلي. ده ملك العقارات، ده بتاع العقارات كلها، عقارات ودريفت واعياد ميلاد وكيترينج كمان في اكلهم تحفه. دوده اللي انت متوقع اجيب كام؟ انت اعتقد دقيقه 5، لو انت سوقت احسن من اللي فات ممكن تنزل ثانيه انا كمان. بقول لك هتجيب دي 4 ولا كمان 4. الراجل الله اكبر عليه، ربنا يحفظه. خلي بالك الانستراكتور ده لما هتقف معاه الستارت لاين لذيذه، وهيقرا معاك المعوذتين ودعاء الركوب وبعد كده بيطلعها. هم جايبينهم من ايطاليا، بيقولهم بالايطالي. ايوه سمع. مفتوحه لا. دوس. ده مفتوح وسمعته في الارض. الراجل ده اتصرف على تعليمه، خلي بالكم الراجل ده مصروف على تعليمه كويس جدا، سواء سواقه، معاملات مع البني ادمين، عايش حياته كلها قروض، بس شاطر جدا والله العظيم. ان شاء الله ربنا هيكرمه وهيوفقه. 296 اتمنى ان هي دي تكون اسرع تايم في اليوم، هنبسط قوي. بس العجل مركب 21 قدام 22 ورا، يعني ده شغل نيجرز، يعني ده اللي هو المفروض يلبس سلاسل فضه، فالمفروض طبعا ايه كان يركب الجنط الصغير، كانت هتبقى اسرع شويه، بس نتمنى ان هو يبقى سريع. هنطلع نتفرج على اللفه من فوق وبعد كده نروح، عشان انا خلاص انا مش عايز اشوف عربيه فراري لمده 3 اشهر قدام. احنا ان شاء الله بقى هنختم بكريم يعمل لفته، نشوف التايم، نقول لكم التايمات. بس اللي انا عايز اقوله بصراحه في الايفنت ده ان هو ايفنت لذيذ، يعني فكره ان حاجات زي دي تتعمل في مصر حلوه جدا، وحلوه للكوميونتي العلامات نفسها. يعني فراري يعتبروا اول ناس يعملوا فكره زي دي من الشركات، طبعا رودز اند رايدز هم اول ناس يعملوا الفكره دي، ان هم يجمعوا الكوميونيتيز بتاعت العربيات كلها مع بعض. بس فراري عاملين ايفنت جامد قوي، واتمنى الشركات الثانيه تبدا تعمل حاجات كده للاونرز بتوعهم. بصراحه الموضوع لذيذ الصراحه قوي، يعني بالذات لو منظم بشكل حلو. يعني كريم ما شاء الله عليه، متوقع يعني لو ما فيش حاجه عكت يعمل تايم حلو قوي، بس هو الجنط بتاعه ده متقله على فكره، يعني يفرق. يلا حاج كريم شوف بقى هيعمل ايه. يا ابني ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله. كريم هاني عمل سيكتور 1 خطير. شوف بقى هنا العربيه هنا بتاندر ستير جامد جدا، يعني تيجي تحود ما تحودش، تكمل ستريت، فلازم تسيسها. ما شاء الله ما شاء الله. لا استحاله اهو. لا دي كده محسوبه من الحاج شادي. تحيه من الحاج شادي بيحسب لنا يدوي. عايزين نعمل له فرح يا استاذ كريم ده لو طلع كده. يا رب يكون التايم نزل. اللي على الكيبورد ايه بقى؟ كريم هاني صور لي بقى. كريم هاني دقيقه ثانيتين .91. تاني سقفه. كريم هاني دقيقه ثانيتين .91. يا نهار ابيض. زي ما انا طلعتها. انت ايه ده؟ ده موبايل ايه ده؟ بس تعالوا بقى ننزل نحتفل بكريم ونختم الفيديو عشان انا خلاص الكاميرا باظت. يلا ننزل له بقى. ايوه كيمو. لا ما شاء الله ما شاء الله. ايه ده؟
واحده بقى، اديك واحده. خلاص خلصنا. ايه ده؟ يا اخي ايه ده؟ الراجل ده قلت لكم مصروف على تعليمه. دقيقة ثانيتين .91 اسرع واحد وبمارجن. الله اكبر. كيكو اجمد دريفتر في مصر. ما بيحبش هو الشغل ده. جامد جامد جامد. برافو برافو برافو. ولا دي متعبه اكتر من دريفت. انا دريفتك بنزل باظ الفيديو. قال لك متعب اكتر. بجد برافو. دقيقة ثانيتين .91. انت شفت اللاب؟ كسر لا انا شفتها من هنا في الفرامل. عامل ايه بقى؟ فرامل الفيري ليت ومعدي. يبقى ده روزر رايدر. روزر رايدرز. لا وزي ما شفتوا كده يا جماعه، ده كان يوم جميل لفيراري والعز العرب. بنشكرهم طبعا على اليوم الحلو ده، وبنشكر كل الناس الجميله دي، وانتظروا بقى فيديوهات وايفنتات زي دي كتير. ومبروك لكريم، ومبروك لكل الناس اللي ساقت، ومبروك لكل الناس اللي ساقت. شكرا. اقفل بقى عشان انا مش عارف اقول ايه صراحه. ايوه يا استاذ عمرو، القادمون من الخلف. ايوه يا استاذ عمرو. كريم هاني راشد.